السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. معاكم ايمان خطاب من مطبخ كي جي وان. النهارده اليومين دول سامعين ترند المكشوفة، فانا حبيت اجيب لكم اسرارها ونعملها مع بعض بحاجات اقتصادية وحلوة. طبعا انا جبت كنافة وكانت متفرزة في الفريزر، لازم تكون متفرزة في الفريزر، وفتفتها او تضربيها في كبة حطيت لها سمنة وزيت او زبدة وزيت زي ما انتي تحطي لها. وبعدين قعدت اقلب فيها من وقت للاخر لغايه لما بقت هي الشكل الحلو ده. عندي السيرم التقيل هنزل عليها، كنت حاطه لها سكر بودره وانا بحمرها كده. شويه سيرم، هقلب الكنافه. ممكن تحمريها في طاسه، بس انا حمرتها في الفرن. بقيت ادخلها اطلعها كل شويه لغايه ما خدت اللون الجميل ده. هركنها على جنب واجيب طبق الكريمه. هنا بقى يا حبايبي معايا كوبايه من الكريمه اللباني البودر، وهحط عليها شويه من اللبن المثلج بتاع ربع كوبايه او اكتر. هضربها بالمضرب وارجع لك تاني. هنا بقى عندي فراوله جايباها ومقطعاها، هننزل بيها شويه من على الكريمه كده. اديها فراوله حلوه كده. هنقلب الكريمه مع الفراوله، ندخلهم كده في بعض. هجيب بقى الكنافه عشان نحطها في الطبق. هنا بقى عندي طبق بيضاوي هلفيناه بالورق التلاجة او لو عندك الورق الاسترتش. هنجيب هنا بولة تانية نحطها هنا، ونحط بقى ايه كنافة. عايزين بقى نخلص بسرعة احسن ايه سمع قرآن المغرب شغال. كده ايه التكة كده. هنا بقى يا حبايبي حطيت الكنافة، هنشيل بقى ايه البولة بتاعتنا اللي احنا حاطينها دي. هنا بقى يا حبايبي طلعت البولة بتاعتي، هنحط من هنا بس قطع فراولة كده. نحط بقى الفراولة اللي هي بالكريمة. قرآن المغرب شغال بقى بايه، لسه بقى هنعمل عصير وكلام من ده، الواحد بيستعجل. نحط بقى الكنافة بتاعتنا.
هنقفل عليها بقى كده بالكيس، هندخلها التلاجة نص ساعة وبعدين نوريها لكم. الكنافة بتاعتي هي يا حبايبي قلبتها في طبق عشان هاخدها هدية معايا وانا رايحة لناس قرايبي، فحطيتها في طبق كده. بعدين هنزوق من فوق بالفستق، فستق غالي اليومين دول بس ما يغلاش عليكم، حبيت اوري حبايبي. ادي المكشوفة اللي تمنها 750 جنيه يا جماعة، ما تكلفتناش كتير وعملناها بطريقة اقتصادية وحلوة. ممكن بقى ان انا ايه، عشان انا هاخدها معايا بعد الفطار كده، ان انا رايحه ازور ناس، هروح مغطياها كده بالعلبه واشيلها كده في طبق واخدها معايا. وكده اكون وصلت معاكم لنهايه الفيديو. يا رب يكون فيديو المكشوفه النهارده عجبكم. لو كان عجبكم ما تنسوش اللايك، سبسكرايب، تفعيل الجرس. بحبكم يا احلى متابعين في الدنيا، كل سنه وانتم طيبين، واشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.